أكدت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام أن الاتفاق الذي وقع بين نقابات التلفزيون التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة التونسية والذي ألغي بموجبه إضراب عام بالتلفزيون لا يحقق استقلالية هذا المرفق العمومي. وقالت الهيئة في رسالة وجهتها إلى الرئاسات الثلاث وإلى الاتحاد العام التونسي للشغل إن تركيبة المجلس الذي تم الاتفاق عليه يتسم بعدم التوازن، حيث تتحكم السلطة العمومية في تعيين أغلب أعضائه. واستغربت الهيئة تجاهل الاتفاق لدور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، مؤكدة ضرورة إنشائها لسد الفراغ القانوني. وينضم إلينا من تونس قيس بن مفتاح، الكاتب العام لنقابة الإخراج والتصوير التلفزيوني وأحد الموقعين على الاتفاق. سيد قيس بن مفتاح، بداية ضعنا في هذا الاتفاق على ماذا بالتحديد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. على إثر اللائحة المهنية الصادرة عن الاجتماع العام المنعقد يوم 10 جون في 2012 بالتلفزة التونسية واللي حضره أكثر من 700 عون، صدرت لائحة مهنية كان فيها عديد المطالب، يمكن من أهمها وأبرزها هي إصدار مرسوم لاستقلالية المؤسسة، وثانيا تكوين مراجعة القانون المنظم لمجلس الإدارة. على خلفية ذلك تم رفع الشارة الحمراء يوم 2 فيفري 2012، ثم إصدار برقية تنبيه بالإضراب يوم 27 فيفري نظرا لعدم فتح باب الحوار. باب الحوار الذي فتح يوم 6 مارس في جلسة بين هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل وممثل الحكومة والمدير العام للتلفزة التونسية، تم بمقتضاه إقرار 4 فصول. أولها إقرار مبدأ الاستقلالية لمؤسسة التلفزة التونسية باعتبارها مرفق عمومي محايد في خدمة المواطن وتنظيم ذلك في التشريعات. ثانيا مراجعة القانون المنظم لمجلس الإدارة عبر إعادة تشكيله بما يسمح بتواجد ممثلين عن الأعوان بمختلف أسلاكهم. إعادة التشكيل هذا والمقترح اللي تقدمت به النقابات والتوافق اللي تم على أنه يكون فما 3 أعضاء عن إدارة التلفزة التونسية، ممثل عن الوزارة الأولى، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن وزارة الثقافة، ويكون وجوبا مختص في السمع البصري، 4 ممثلين عن الأعوان، ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل، ممثلين عن السلطة التشريعية، وممثل عن دائرة المحاسبات، فيما يبقى 3 أعضاء من غير المشار إليهم سيتم الاتفاق عليهم في جلسة مقبلة. طيب، لماذا هناك يعني انتقاد لتركيبة المجلس؟ أين الخلل في هذا المجلس؟ بالنسبة لنا ما جاء في بعض النقاط التي جاءت في الرسالة التي وجهتها اليوم هيئة إصلاح الإعلام نعتبرها من قبيل الادعاء الذي إما بني على فهم خاطئ للاتفاق أو هو تجاهل لفحوى هذا الاتفاق. فالأمر واضح، من جملة 17 عضوا هناك فقط 6 أعضاء يمكن أقول جيدا يمكن احتسابهم على السلطات العمومية، حيث أن 3 ممثلين عن إدارة التلفزة التونسية والتي لم يتم التفاهم بعد عن كيفية تعيينهم إن كانوا يعتبروا معينين من قبل السلطات العمومية أو لا، وهو ما سيتم التفاوض فيه لاحقا في جلسة يوم 28 مارس، حيث التشاور والنقاشات التي تمت في هذه الجلسة الأولى يوم 6 مارس وصلنا إلى حد وأنه يجب أن يصادق المجلس على أي تعيينات تصدر. ما زال هذا في طور التشاور وسيمكن التفاهم له في الجلسات المقبلة. ثانيا 6 من جملة 17 ليس بالأغلبية، وعلى سبيل المقارنة فمجلس إدارة فرانس تلفزيون يتضمن الثلث 5 أعضاء معينين على السلطات العمومية. يعني هل تخشون ربما أن يكون هناك ثغرة قانونية يتم من خلالها إقحام بعض الأشخاص في هذه الهيئة لا يكونون منسوبين إلى القطاع، إلى أهل الاختصاص والقطاع؟ نخشونا، فقط تحدد سؤالك، نخشونا من قبل من قبل السلطة ضمن الأعضاء الذين لا يتم تعيينهم كما قلت بالأغلبية، يعني ما الذي يضر في ذلك؟ أين المشكلة؟
لا أدري، المشكلة يبدو أنها مطروحة بالنسبة للهيئة العليا لإصلاح الإعلام. نحن في الجلسة المقبلة يوم 28 مارس سيتم التفاوض على حيثيات مهام مجلس الإدارة وكل تفاصيل العمل المنظم لها. سيتم التفاوض لاحقا، أي أن ما قيل أنه هناك أغلبية وقيل أن مجلس الإدارة سيكون فيه تحيز لفائدة السلطة العمومية غير صحيح. ليس هذا ما وجد في الاتفاق. طيب، بالنسبة لما قالته الهيئة عن تجاهل الاتفاق لدور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، هل هذا الموضوع يعني لم يطرح أم تم تأجيله أم تم غض الطرف عنه؟ أقولها بكل صراحة، لقد ارتأت الهيئة العليا لإصلاح الإعلام أن تسير منفردة وبعيدة عن بعيد الهياكل المختصة في قطاع الإعلام، حيث أننا منذ شهر أوت الماضي كنا وجهنا عديد المقترحات، وآخرها الصادر يوم 20 أوت سواء للهيئة أو سواء لهيئة تحقيق أهداف الثورة، وأبدينا عديد الملاحظات على المرسومين 115 و 116 قبل المصادقة عليهما، لكن لم يتم الأخذ بعين الاعتبار لمقترحات النقابة العامة للثقافة والإعلام، وهي النقابة العليا المؤطرة لبقية النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. وثانيا أنه بعد هذا الوقت أردنا إجراء حوارات، وفي كل البيانات الصادرة عن النقابات الأساسية كنا دعونا إلى فتح الحوار والجلوس مع أي طرف، لكن للأسف لم يتم الانتباه إلى ذلك. وإذا كان هناك اليوم خلل فمن المسؤول عنه. دعونا إلى الحوار، دعونا إلى الجلوس، لم يؤخذ بخين الاعتبار كل المقترحات الصادرة علينا، ثم يأتي اليوم للحديث أن هناك لم يتم أخذ الاعتبار بوجود الهيئة. ثانيا هناك نقطة مهمة صدرت في ما ذكر في الرسالة حول تهميش الصحفيين. هذا ليس صحيح، ذلك أن أحد الهياكل الممضاة على الاتفاق هي النقابة الأساسية للسلك الصحفي بالتلفزة التونسية. ثانيا فيما يخص الأربع أعضاء الممثلين عن الأعوان عن القطاعات، هناك عضو سينتخب من قبل الصحفيين. شكرا. وهو إذن أمر مردود على أصحابه. شكرا لك سيد قيس بن مفتاح، الكاتب العام لنقابة الإخراج والتصوير التلفزيوني وأحد الموقعين على الاتفاق من تونس.